انا مرعوبه بجد يا شريف. يعني ايه؟ يعني هو ممكن يبقى بيصورنا دلوقتي؟ ممكن يبقى شايفنا؟ بصي، اللي انا اعرفه ان طالما قافلين الموبايل بتاع يوسف هو كده مش هيعرف يوصل لنا. وبعدين ما تقلقيش، انا كلمت واحد صاحبي وعرفت انا هعمل ايه بالظبط. انا بجد مش فاهمه، هي الدنيا جرالها ايه؟ هو بجد في ناس كده؟ في ناس ممكن تستغل اطفال؟ للاسف فيه. والناس دي دايما رهانهم على ان الولاد هيخافوا يقولوا لاهاليهم. ما هو ده فعلا اللي حصل. ولادنا خافوا يقولوا لنا. علينا. خافوا علينا مش مننا. احنا عمرنا ما كنا مصدر خوف بالنسبه لاولادنا. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ بصي، انا بيتهيالي ان هو طالما حاسس ان احنا هندفع له مش هيعمل حاجه. بس نضمن منين بقى انه يكون عنده كوبي تانية من الصور دي؟ لا، ما احنا كده مش هنخلص. بصي ما تقلقيش. انا الصبح اول حاجه هعملها ان انا هروح على مباحث الانترنت ومعايا الموبايل بتاع يوسف. هعمل بلاغ وان شاء الله خير. يا رب. طب بقول لك ايه، انا مش هودي العيال بكره المدرسه. شروق، هو لو كان عاوز يأذيهم هيأذيهم في اي حته وهم خارجين من المدرسه في الشارع. لكن ده عيل جبان مستخبي ورا شاشه موبايله فاكر انه كده مش هيتمسك. بس على مين؟ مسيره يتمسك. يا رب. والله كريم.